اللي عندك دمه وليس ابنك دمه عندك عمله. طب اصبر بس لما المطور يخلص. السلام عليكم وبداية فيديو جديد وضرب نار. طبعا يا جدعان عايزكم تركزوا معانا لحظه بلحظه في الفيديو بتاع النهارده. قبل بس ما اقول لكم على فكره الفيديو وقبل ما نخش على اي تفاصيل، لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اعملوا سبسكرايب للقناه واعملوا لايك للفيديو ده. انضموا لهذا شمال الحلقه في اليوتيوب عيله الاشباح. خلاص يا جدعان ما عادش فاضل حاجه عن 300,000 اخ زي ما احنا وعدناكم. اول ما نتم 300,000 اخ واخت هنوزع الايفون عاملين مسابقه على ايفون 15 باذن الله. اول ما نتم 300,000 هنوزع الايفون ده على حد منكم. بس الشروط ايه عشان تكسبوا الايفون؟ في لينك قناه تحت في الديسكربشن تنزلوا تشتركوا فيها وتكونوا مشتركين في القناه اللي انتوا بتتفرجوا عليها وتكونوا عاملين لايك، واكتر حد هيكتب كومنتات ان شاء الله ده اللي هيكون ليه الايفون. المفروض يا جدعان ان في حد كلمني اتصل بيا قال لي صور فيديو وافتح الكاميرا ورن عليا، فالمفروض يا جدعان ان احنا هنرن عليه قدام. المفروض انا ما اعرفش مين ده. بصوا يا جدعان المفروض ان رقم قال لي صور فيديو وافتح الكاميرا، فالمفروض يا جدعان ان احنا قرب بقى مني كده. المفروض ان احنا هنرن عليه عشان ايه؟ حاسس ان في حد كذا حد عمال يستظرف ويقول لي هقول لك على مكان القيصر وبتاع. الو الو ايوه انا فتحت الكاميرا اهو بصور فيديو زي ما انت قلت لي اهو. انت بيسو؟ ايوه انا بيسو. انا عارف مكان القيصر، انا عارف انت بتدور عليه بتاع عمر شوقي. عارف مكانه؟ انا عارف مكانه بجد يا اسطى ولا بتحور؟ لا عيب عليك. طب ما تبعت لي كده لايف لوكيشن. ابعت لك اللوكيشن اهو، بس ما تعملش حاجه عشان الوزير هيبقى هناك. الوزير هيبقى هناك؟ اه طب ماشي بس ابعت اللوكيشن ومالكش دعوه انت. بس هو عايز تكون بتحور بالله عليك. يلا شكله بيضحك يا جدعان. طب يا جدعان احنا هنخلينا معاه لحد الاخر. بعت خير وبركه، ما بعتش هنحاول نجيب القيصر بطريقتنا. وربنا يا قيصر لو مسكتك هاكلك وربنا يا قيصر. يا جدعان وانتظروا اقوى ديستراك من عمر شاور. انا هاكل القيصر واشرب من دمه، يكفيني عارف ان انا عمه. ربنا يا قيصر هندمجك. انا مش عايز بس اقول انا هعمل ايه، لان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيفعل ما بيقولش. المفروض يا جدعان ان انا في انتظاره، لو بعت اللوكيشن هناخد بعضنا ونروح على اللوكيشن اللي هو بعته. ما بعتش هنحاول برضه نجيبك يا قيصر. احنا معاك للاخر، يلا بينا. انا هاكل القيصر واشرب من دمه، يكفيني عارف ان انا عمه، وربي لو ما حدش لمه، بس هسيبه انا لاجل امه. ايدك يوسف قيصر فين؟ ارجع يا اسطى على قناة ايه؟ محمود مش عايزك تقف طبعا. يلا بينا نشوف. انا محمود عشان ما توقفش بس. يلا حاضر يلا بينا. تعال محمود قدامنا. يلا اخواتي هو
كل ده، انا مسالم جدا في الحته دي. بس اللي انا بتكلم هو قد اللي عمله. اخويا المفروض كان هو مره في فيديو غضب فيه وعارف ان انا مبلغ بتاع اكبر هو في الكنيسه كده، ورحنا جبناه. انت بتشوف صور اكتر تيك توكر ولا يوتيوب؟ ايه اول حاجه نخليه نشارك، هو معروف اصلا على اليوتيوب. لكن الناس ما يجيش في مجالنا بقى عشان كان لسه في الانتخابات، برضه كده قاعدين برضه ايه ايوه خليك طيب. بتشرف بيك جدا والله، شكرا جدا. انت بدات شويه قبل ظهور تيك توك. بدات بظهوره، فايه الفرق بقى ما بين بعد ظهور تيك توك وقبل ظهور تيك توك في المنطقه بتاعتك؟ بس خلينا متفقين ان التيك توك ساعد في ظهور بعض النماذج السلبيه لصناع المحتوى، خلينا متفقين على كده. قبل وجود التيك توك كان الموضوع مقتصر على الفيديو بس، الموهوب او اللي هو عنده محتوى كان هو اللي بيظهر بس. انما وجود التيك توك الصراحه كان له اثر سلبي، ان هو ظهر بعض الاشكال السلبيه وبعض الالفاظ اللي بقينا بنسمعها كتير على التيك توك بشكل كبير. وبرضه سبب ايجابي ان هو ساعد ان احنا ننتشر اكتر برضه. الظهور السلبي ده اثر عليك انت، ان الناس بدات تحسبك من ضمن الناس اللي هي بص يا شواريتو مين اللي قاعد؟ عارف انا ايه؟ احتراما بس لسياده الوزير. دول الوزير هو اللي حشد ربنا كنا هنجنجمه. بقول لك ايه الواد ده مش هيخليه من زراعه. شوف يا حكومه هنا احنا هنتحبس ايه؟ حكومه وربنا يا جدعان نخلص المؤتمر. يلا والآن مع محمد ناصر فليتفضل. طبعا انا بشكر كل القائمين على التجمع الجميل ده جدا، وبشكر كل الناس اللي نورونا. بس انا استكمالا لكلام اخويا حسن وقيصر، لان دي يعتبر اكبر مشكلتين فعلا بيواجهونا كصناع المحتوى. فانا ما اعرفش ازاي ممكن ندمج الموضوعين بنقابه وبان احنا بيحصل معانا مشاكل كتير جدا. بس احنا برضه هنفضل بنحاول يعني نطور من نفسنا، وبرضه هنفضل ان احنا نطلع كل حاجه باحسن شكل ممكن باذن الله. فحضرتك كنت سالتني ايه المشكله اللي ممكن يعني ايه المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهكم؟ فهم بالفعل اكبر مشكلتين ان احنا ساعات مثلا بنكون عاملين فيديو في مكان زي ما اخويا حسن مثلا بيقول، محتاجين بس شخص اللي هو زي اخ كبير نعرض عليه مثلا الحاجه دي، هل دي تليق او هل هي مثلا مش احسن شكل ممكن؟ اهلا بحضرتك كلكم، اتشرف بيكم. وفي امور زي دي يعني الكلام هيبقى طالع مني من اجلك، معلش نفهم بقى الدنيا بالراحه. اول نقطه كنت حابب اتكلم فيها حضرتك طبعا موضوع القلعه سياده الوزير اللي هو الدنيا فيه الشباب البلوجر كلهم. انا عايز اقول لحضرتك كلمه تقريبا يعني على اغلبيه لسان البلوجر كلهم، اكتر حاجه هم محتاجينها كلنا احنا نقابه. لو في نقابه. اخويا مروان جليتش الف مليون مبروك يا حبيب قلبي. بقول لك ايه، انا شايف ان دي تقيله عليك، فشيلها معايا احسن. اشيلها لك معايا احسن. والله ما ممكن تقع منك تتكسر. عيب عليك. الحفظ والسهول. طب انا اقول لك على حاجه ثانيه واحده بس، بص انا مزودين بيسو. بيسو توينز بقى. ما هنكمل على طول. يلا بيسو توينز كسبوا من المتاهلين بس وطبعا يا جدعان معانا حمو ايهاب نجم التيك توك. اخواتي اخويا حمو ايهاب اللي بحبه، ربنا يا جدعان اخويا. الدنيا بص يا حمو، احلى بيسو التوينز. انت عارف يا اخويا، انت عارف ان القيصر سارق دراع اخويا عمر شاور. اكيد طبعا عارف ان انا وعمر شاور اخوات، صح؟ يلا بينا عيوني. ايه بص عارف ان انا وعمر شاور اخوات. طبعا. يرضيك ان القيصر يسرق الدرع؟ معلش بقى الشغل شغل يا صاحبي. طب ماشي، ما شغل انت شغل. شاركت معاه في الجريمه كده. لا القيصر صاحبي وشغل يعني صاحبي. احنا ممكن نخطفك دلوقتي يا حمو. احنا نخطفه ونشحنه في طنطا بس لما نطلع بره. يمكن يكون بتشجع عليا. استنى، هو مش انت تعمل نفس المحتوى بتاع شاور اللي كان بيقول لك عليا ساعتها؟ انا ده انت هو لا يا عم هو بيحور هو. ده انا بحبك بس اقول لك
والله انا زي ما قلت لك كده والله ممكن امسك الاسم بتاعك يا صوره